السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة كده يا حبايبي برضو بدون لحمة وبدون اي فراخ، بدون اي لحوم، هنعمل حلة سبانخ وجنبها حلة رز. برضو يا ام زيد هتيجي تقولنا من غير لحمة ولا فراخ؟ انت هتعيشينا من غير لحمة؟ ايوه يا جماعة، الايام اللي جاية دي كلها كوم. اللي عدى كوم واللي جاي ده يكوم تاني لوحده، لان احنا دلوقتي دخلنا على غلا بطريقة غبية. ما اقولكوش على الغلا اللي احنا فيه. مش معقولة كل يوم والتاني هتجيبي لحوم او اسماك. رحت اجيب السمك لقيته غالي، يعني مش عارفة الواحد هيجيب ايه. جيت اجيب سمك لقيت السمك ب55 وب50. فهجيب قد ايه سمك؟ انا كنت لما كان بيبقى بحاجة و20 كنت بجيب 3 كيلو 2 كيلو. فاحنا دلوقتي يا جماعة مفيش حاجة عارفين نجيبها نهائي. يعني لما كل حاجة بتجيبيها، طبعا هنولع اول حاجة على الحلة. كل حاجة بنجيبها بقت غالية نار. هنعمل ايه؟ فاحنا نروح نريح نفسنا كده ونطبخ طبخنا زي ما بقولك كده، وامشوا ورايا وهتكسبوا ومش هتخسروا. عادي لو انتوا عايزين تعملوا طبخة في اخر الاسبوع ماشي، مش عايزين تعملوها برضو ماشي، مش هتقول لا. عايزين تجيبوها في الشهر مرة برضو ماشي، زي ما تيجي تيجي وزي ما ظروفنا هتودينا هنعمل. ونحمد ربنا على كل حال. يلا بينا. اول حاجة حطينا الحلة على النار، هنستنى لما الحلة بتاعتنا تنشف خالص من المية اللي فيها، وبعد كده هنقطع البصل. اول حاجه معايا حتتين دهنه كده شايلاهم كنت في الفريزر، هنبشرهم او نقطعهم بالسكينه. يعني كده مشي حالك بالطول والعرض اهو. هنمشي حالنا كده بالطول والعرض وهتمشي وزي الفل. يعني مش هنقف ونقول مش عارفين ناكل ايه ونشرب ايه. اذا كان الفول والطعميه بقت الفول والطعميه كل حاجه غاليه. عشان تجيبي فول بتاخدي حتة فول قد كده ب5 جنيه، ولا هيمنعوا كمان ال5 جنيه فول. البيض بقت البيضة ب3 جنيه طب هنعمل ايه؟ قولولي بالله عليكم، في العيشة الغالية جدا جدا دي هنعمل ايه؟ مش عارفين الايام الجاية دي ايه اللي هيحصل فيها. ازازة الزيت ب50 جنيه، ازازة الزيت اللي هي الصغيرة عاملة 50 جنيه. ليه؟ هنروح فين تاني يا جماعة؟ الدنيا رايحة بينا لفين؟ يعني اللي عايز يتجوز مش هيتجوز، واللي عايز يتجهز مش هيتجهز، ويعلم بينا ربنا بصراحة. يعني حرام حرام اللي بيحصل فينا ده. ويقول لك كل حاجة تغلى ما تشتريهاش. طب ما هنعمل ايه؟ مش هناكل. حطينا شوية زيت. ازازة الزيت دي يا جماعة اهي زي بتاعت التموين دي، عاملة كام؟ عاملة 45 جنيه. يعني بصوا، ربنا يرحمنا برحمته، ربنا يرحمنا برحمته. هنحط كده شوية من السمنة على شوية من الزيت على شوية من الدهنة لغاية ما نخلص الطبخة بتاعتنا على خير. كده كفاية بقى، كنا بنتبذر ونكتر المادة الدهنية. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمشي على قد حالنا وعلى قد ايدينا. وبصلاية كده هنخرطها على المادة الدهنية اللي احنا حطيناها وعلى الزيت. وربنا معانا، ربنا يتولانا برحمته. كيلو الرز 20 جنيه. كيس الشعرية عشان تعملي كيس شعرية على الرز ب8 جنيه. طبعا يوم هنجيب ويوم مش هنجيب. طبعا احنا حياتنا الطبيعية هنا بنعمل ايه؟ بيبقى يوم نعمل سبانخ، يوم طبيخ عادي مفيش لحوم. دي ايامنا الطبيعية اللي ماشيين عليها. كل يوم والتاني بنعمل حاجة شكل. اخر الاسبوع يا لحمة يا فراخ، حاجة في الاتنين اهو.
دي كده هتبقى عيشه يا ام زياد. هتاكلي كده من غير لحمه ولا فراخ؟ هناكل من غير لحمه ولا فراخ، وربنا يعديها على خير بس ويدينا الصحه من عنده، لان احنا تعبنا من كتر ما احنا بنفكر كل يوم هنعمل اكل ايه، والاكل غالي والرز غالي ومش عارفين نمشي ازاي. يعني ربنا يرحمنا برحمته يا جماعه، وربنا يتولانا. كده قطعنا البصلايه اهي. بعد ما قطعنا البصلايه هننزل عليها بالملح اهو، شويه من الملح كده حلوين عشان الطبيخ بتاعنا. هتفضلي تقلبي لغايه ما تحسي ان انت شامه ريحه البصله بتاعتك بتتشوح كويس. بعد كده هننزل عليها بشويه من التوم، علشان التومه بتاعتنا هي اللي هتعمل الطبخه النهارده. طبختك ايه يا ام زياد؟ هنعمل حله السبانخ الجميله بدون اي لحوم. بدون اي لحوم والله، هتبقى زي العسل. هتاكلي كده وتشبعي انت واولادك. شويه كده سبانخ حلوين مع ايه، مع شويه مخلل، مع فلفل مقلي، مع شويه خس اللي موجود عندك في التلاجة كلي بيه. زي ما انتوا شايفين كده هننزل عليهم بحته من التوم حلوه كده اهو كده ونقلب. بعد كده هننزل بايه يا ام زياد؟ شويه كزبره، شويه من الكزبره حلوين، وشويه فلفل اسمر اهو، شويه فلفل اسمر. ولو عندك شويه بهارات، اي بهارات تانية زي بهارات سبعة، اي بهارات لحمه حط زي ما انتوا شايفين كده اهو. هحط شويه بابريكا. هنحلي الاكله بالطول والعرض زي ما انتوا شايفين، بالطول والعرض كده هنخلي الاكله بتاعتنا حلوه وجميله اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، البصله ابتدت تصفر معانا. اول ما تصفر كويس على طول كده هننزل عليها بالطماطم علشان نعملها مش خضرة. هنعملها بالطماطم. شايفين ابتدت البصلة بتاعتنا والتومة تصفر معانا وتدبل شوية كده. التومة بتاعتنا زي ما قلتلك قبل كده تشم ريحة التومة او ريحة البصلة بتاعتك، يبقى كده استوت ومية مية، وهتاكلي احلى اكلة حلوة وهنية زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ولا تزعلي نفسك، كلي وكلي انت واولادك واشبعي، واحمدي ربنا على كل اللي مديهولك. في ناس كتير مش لاقيه الاكل ده اللي احنا بنعمله طبيخ الميه كده. خلاص هننزل عليها كده بشويه من الصلصه، بس ايه هنسيبها الصلصه بتاعتنا تسيح اهو. هننزل كده بالصلصه، صلصه مجمده. دي كانت في الفريزر في طبق اهو، حته على قد السبانخ، يعني مش هنخليها تبقى طماطم خالص، هتبقى مظبوطه. هنسيح دي تسيح خالص، وبعد كده هننزل عليها بالسبانخ اللي احنا غسلينها، عليها شويه خضره كزبره على شبت. السبانخ غسلينها ومخرطينها وعليها ايه كزبره وشبت. شايفين الاكله سهله ازاي؟ وهتعدي اليوم وتطبخي الطبخه الجميله دي وانتي بتاكليها زي العسل اهو.
قلبي كده وظبطي حالك، واطبخي يا ست الكل احلى طبخه في بيتك، احسن ما عيالك يقعدوا كده جعانين مش لاقيين اي اكله ياكلوها، والعيال كل واحد وجع دماغك احنا هناكل ايه وهنشرب ايه. اهو نقلب كده ونظبط الدنيا. بعد كده هنحط السبانخ بتاعتنا الحلوه ونغطيها تنزل ميتها خالص، علشان السبانخ الميه اللي فيها هي اللي بتعمل السبانخ الحلوه بتاعتنا، ما بنصفيهاش يعني من الميه اللي بتنزل منها، لا الميه بتاعتها نفسها. وانتوا عارفين طبعا ان السبانخ حديد، السبانخ حديد، علشان كده احنا بنجيب السبانخ وبنطبخها في البيت كتير. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش بالله عليكم بالله عليكم الصلاة على الحبيب علشان ربنا يبارك في ايامنا، اهم حاجة الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طول ما احنا واقفين كده نصلي على الحبيب علشان ربنا كده يسهل الأمور، ويمكن ينزل الأسعار اللي هي ايه غليت علينا، واحنا عارفين ان اللي بيطلع ما بينزلش تاني. ربنا بقى يكرمنا. شايفين كده احنا هننزل عليها بالسبانخ دلوقتي، وبعد كده هنغطيها. نشيل كده المعلقه. السبانخ زي ما قلت لكم مغسوله ومتغطيه متصفيه، غسلينها غسله حلوه علشان كل الطين والحاجات اللي بتبقى في الخضره تطلع. هنغطي بقى الحله بتاعتنا كده لغايه ما تجيب الميه اللي فيها اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي هنغطيها ونشوفها بعد شويه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، شايفين الميه بتاعتها نزلت ازاي، وكل اللي كان طالع لفوق نزل. اول ما كشفناها لقينا السبانخ بتاعتنا جايبه الميه بتاعتها اهو اهو. شايفين دي الميه بتاعت السبانخ. هنجيب بقى دلوقتي الميه بتاعتنا بعد ما تغلي شويه نحط لها ايه كفه من الرز، يعني حبه رز صغننين كده نغسلهم ونحطهم فيها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي جايبه ميه كتير اهي، ونفضل نقلب فيها. اول ما جابت ميتها ننزل عليها بالميه وشويه من الرز اهو كده حلوين، ونقلبها كويس ونسيبها بقى تستوي براحتها. هنحط لها شويه رز اهو، حبه على قد كف الايد كده اهو، ونغطيها لغايه ما تستوي. اول ما تستوي نشوفها مع بعض، وهروح اعمل الرز علشان الوقت بتاعنا ما يطولش. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين ولعنا على حله الرز جنبها على طول اهو، على طول كده هنعمل ايه شويه من الرز، رز بشعريه. جبنا بقى كيس شعريه
وامرنا لله. يعني هنعمل ايه لما كل حاجه هتغلى كده؟ مره نعمل بالشعريه ومره مش هنعمل بشعريه، يعني مره تعملي واحده وواحده ومره بشعريه، مش مشكله. طبعا غاسلين الرز بتاعنا ومش هياخد معانا وقت. تعملي على طول رزك، خدي على الرز على طول كده زي ما انت شايفه، مش هياخد وقت معاكي. عملنا العين التانية بسرعه بسرعه كده، السبانخ على طول شلناها وحطيناها على عين تانية، العين اللي جنبها، وبعد كده هنعمل هنا الرز علشان يبقى خلصنا الطبخه بتاعتنا في 10 دقايق، ما خدتش اي وقت خالص. زي ما انتم شايفين يا حبايبي الشعريه ابتدت تصفر معانا. اول ما تصفر الشعريه هننزل عليها بالرز اهو. وزي ما قلت لكم الرز بتاعنا مغسول اهو. طالما الرز مغسول الرز بتاعنا يتعمل ايه حلو، ما يبقاش فيه ميه كده وتفضلي تقلبي ويلزق معاكي، يعني فيه ميه بسيط، ما يبقاش غرقان بميته. شايفين الطبخه ما كملتش وقت ازاي؟ علشان بس ايه، طبخه عاديه جدا جدا زي ما قلت لكم، زي الطبيخ اللي انا بطبخه كده في بيتي. هو الطبيخ ده يعني مش كل يوم باكل لحمه ولا كل يوم باكل فراخ ولا كل يوم باكل سمك، هو الاكل بتاعي الطبيعي هو ده، وبنحمد ربنا وزي الفل اهو. نحط شويه رز ونقلب، نحط شويه شويه ونقلب. ونحمد ربنا على كل حاجه. صلينا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي بقى وانتوا واقفين كده وبتعملوا الاكله الجميله بتاعتنا معاكم. كل اللي واقف كده في المطبخ يصلي على النبي. الصلاة على الحبيب تخلي القلب يطيب. ربنا يجعل ايامنا كلها يا رب صلاة على النبي كده ونصلي عليه على طول، علشان يوم كده يوم القيامة ربنا يخليه ايه، يخليه يصلي علينا على طول بإذن الله. هو طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك الصلاة ب10 أمثالها، يعني لما انت طول ما انت واقفة بتصلي عليه، شوف انت بتصلي كم مرة وانت بتطبخي وانت بتغسلي وانت بتعملي اي حاجة، فكم مرة بقى بتصليها وهو هيصلي كم مرة؟ ما شاء الله. يعني ما تستخسريش طول ما انت واقفة كده، بدل ما تجيبي تليفون وتلوكي مع حد، لا نفضل نصلي على الحبيب. ولو عايزة ترغي في التليفون مع حد بقى وتقعدي تمسكي مثلا ودن اختك ولا ودن جارتك ولا اي حد، طول ما انت واقفة برضو صلي على النبي. بس اهم حاجة تكوني انت وبتتكلمي ما بتجيبي سيرة حد، عشان في ستات كتير كده بتقعد على التليفونات تقعد تلوك كده وتجيب سيرة الناس. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الرز، هننزل بالملح اهو، هننزل عليه بالملح. شايفين يا حبايبي؟ ما تنسوش بقى اللايك والشير قد قامت الصلاة والسبسكرايب. هنغطي بقى الرز لغايه ما يستوي، ندوق الملح كده ونشوف نفسنا ايه. الملح بتاعه حلو اهو، بس كده هنغطيه ونشوفه بعد ما يخلص. زي ما انتم شايفين الاكله البسيطه زي ما قلت لكم، من غير لحمه من غير فراخ، هنعمل طبخه جميله وتحفه جدا جدا وهتفتح نفسكم. احلى طبق سبانخ يستاهل بقكم، والزيتون معاه والرز، ممكن تقلي فلفل، ممكن تعملي اي حاجه تانية جنبه زي ما تحبي. طبعا المتوفر عندي زيتون.
فتعالوا كلوا معانا بألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب والصلاة على الحبيب.